طبعا هذه القصيدة ليست لي يعني، هي قصيدة للشاعر الملك سليمان بن سليمان النبهاني. لراية، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. لراية وجه يكسف الشمس والبدرا، ولبن قوام يخجل الصعدة السمراء، وثغر كمنطور الأقاحي واضح، وسلسال ريق يفضح الشهد والخمراء، وجيد كجيد الريم حال مطوق يزين الجمان واليواقيت والشدراء، غزالية خوطية جودرية خدلجة غراء منكورة عذراء، إذا نظرت أصمت قلوبا وإن مشت مشى الشوق في أحشاء عاشقها جهرا، حراق الدم يوم الصفيحة إذ بدت تخاطبني سرا وتلحظني شزرا، وأذكت لظى قلبي وأجرت مدامعي، ولما أجد عنها سلوا ولا صبرا، وبحت بسري في الغرام وعادني هوى عذروي فاضح يهتك السترا، فقلنا لها ترابها مدر أينما دهاني منها كي يحطن بها خبرا، قتلت لك الويلات نفسا زكية لقد جئت شيئا يا مهات الخبا نكرا، فقالت ألا أنبأتنيه من الفتى وما اسمه فانصعن يخبرنها جهرا، ألا إنه مولى السلاطين كلها وأشرفها نفسا وأجزلها فخرا، وأبعدها صيتا وغورا وغاية وأطهرها عرضا وأشهرها ذكرا، وأصدقها قولا وأبذلها يدا وأرجحها عقلا وأرفعها قدرا، وأشجعها قلبا وأبذخها علا وأكثرها مجدا وأرحبها صدرا، فجاءت وقالت ما اسمه قلنا ذو الوفاء سليمان يعني البدر والبحر والدهرا، سليل سليمان بن نبهان فانثنى تنهد من حزن وتستعظم الأمر، وقامت ودقت صدرها بيمينها وأذرت دموعا بلت النحر والصدرا، وقالت ألا وحسرة وفضيحة لقد جئت شيئا في مليك الورى امرا، وقالت كفيتن الأسامى دواؤه وهل من دواء أو علاج به يبرى، فقلنا لها ما إن لداء متيم سوى الوصل، قالت سوف نسأله العذرا، فقالت فدتك النفس يا تاج يعرب أقلني ولا تحمل علي بذا إصرا، ففينا إلى خدر أنيق ومضجع عبيق يعير الروض من نشره نشرا، وظلت تمج الخمر والشهد في فمي وتفرشني اليمنى وتلحقني اليسرى، وظلت تمج الخمر والشهد في فمي وتفرشني اليمنى وتلحقني اليسرى،
نلذ ونلهو والزمان مساعد، ولم نخش بعد الوصل صدا ولا هجرا. سقى الله رسما بالصفيحة بانيا لراية واسميا يديم به القطرا، لراية وجه يكسف الشمس والبدرا، ولدن قوام يخجل الصعدة السمراء. طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعيل، فعول